بسم الله الرحمن الرحيم. صباح مفعم بالنشاط والحيوية من أرض المجمعة اليافعة بالإبداع. تفاجأنا في هذا الصباح الجميل ونحن نستعرض مسرحية من تنفيذ إدارة التعليم بعنيزة بأحد الشبان الصغير في السن الكبير ما شاء الله تبارك الله حفظ الله لأهله، محمد الحسيني. محمد، وش شعورك أنت اليوم تشوف المسرح؟ بصراحة يعني شعوري اليوم طالع الكاميرا، طالعني أنا. شعوري اليوم اني اول مرة اجي المسرح، ما ظنيت المسرحيات كذا، بس اعجبني اشياء كثيرة، منها الديكور والصوت والمؤثرات الصوتية، حتى اداء المسرح جميل صراحة. هذه اول مسرحية لي اشوفها صراحة، ما شاء الله. واتمنى اني اشوف مسرحيات زيادة وكذا. واعجبني اشياء كثيرة، ومنها الاشياء كثرة الجمهور والنجاح حق وزارة التربية والتعليم. نجاح وزارة التربية والتعليم أتمنى إني أشوفها من الداخل، كيف يطبعون الكتب اللي قيمة، كيف يطبعونها، كيف يعرضوا المعلومات هذه. طيب محمد، معلش خليني أقطع عليك، أنت كتبت رسالة اليوم، وش الرسالة هذه؟ خليني أفضل حق شوي، خليني أكشف سرك. رسالتي هي عن لمن الرسالة أول شيء؟ وزير التربية والتعليم، أتمنى إنه يفهمها. هي حلمي ومنها طموحاتي ومنها إبداعي. أنا أبدأ بإبداعي. إبداعي هو إنه من المسرح جميل ونجاح وزارة التربية والتعليم. كما ذكرت سابق عن المواهب والأشياء الجميلة عجبتني في المسرح اللي ذكرتها سابق. طيب المسرحية اليوم إيش استفدت منها بصراحة؟ استفدت منها إن مو كل شيء كوميدي مو بزين. استفدت منها إنك تقدر تتعلم الكوميديا، تقدر تتعلم من الفن، نوع جميل من الفن اللي اسمه الكوميديا. طيب فيها قيم اليوم استفدت منها قيم؟ منها حديث رسول ومن عليه الصلاة والسلام. ايش الحديث؟ فيما معناه؟ معناه ان الرجل ما يكذب ويكون شجاع. المؤمن القوي احسن من المؤمن الضعيف. ما شاء الله تبارك الله. منها الكوميديا انها مو كل شيء مو بزين. طيب يعني لازم خليني يا محمد، انت الان تقدر تقابل الجمهور؟ صراحة انا شخص خجل شوي، بس بحاول ان شاء الله اكسر ذا الخجل. كيف تكسر الخجل هذا؟ ما اضيف عيونهم، احاول من تحت لتحت يقولون. طيب محمد، انت مبدع واسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظك لاهلك وياك. واتمنى يوم من الايام اسمع محمد الحسيني هذا وزير. ان شاء الله. ليش لا؟ ان شاء الله. عندك رساله تقولها للناس؟ لزملائك؟ اعطينا رسالتك، وانت من ابناء المجمع الجميلين والممتازين. وانت بعد من الجميلين. شكرا يا محمد. رسالتي هي انك حاول دايم وان ضحت فلا تيأس. اليأس في المحاولة هو مفتاح النجاح. حاول كم مرة، جرب. لا تقول إذا جربتها مرة مرتين مو معناته إنك فشلت، معناتها إنك البداية هذه. كل شيء له بداية ونهاية. وهذه رسالتي لكم. كنت معكم محمد الحسيني.